دلوقتي الكلام اتغير من بين انتوا فاكرين نادي مهزأ زيكم. ده الواد تعبان وما راحش عشان تعبان. ليه؟ انتوا فاكرين نادي مهزأ زيكم؟ ده احنا عاقبناه. وهكذا تدار الامور زي ما قلت لكم في الاهلي ببوست توديه وتجيبه. اللي حصل ان بعد ما موضوع المطار ده وان الامام ما راحش، والكلام ده كله والفرقه اتحركت، فكلموا زعيم اللجان عندهم، كلنا عارفينه. فلحقهم بالبوست اللي هو ده الواد تعبان وعنده فيروس معدي وعنده متحور، وللاسف طلع بيحور وعشان كده ما راحش. لحد ما الاهلي نفسه نزل العقوبه بعدها بساعتين، فالكلام اتغير، فنفس الناس طلعت بكل بجاحه تبرر برضه. ما هو خلاص يعني اصلك هتقولي، ويجي واحد يقول لك هو عبد الله السعيد فين؟ على اساس بقى وكده كده انت لقيت امام بقى كده انت كده خلاص مشكله امام اتحلت. طب انا هقول لك عبد الله، انا معاك ان هو كان متغيب من التمرين ومش عايز ينزل الا لما يتحول له فلوسه، انا معاك في ده، وده مش صح وده غلط برضه، فاهم؟ بس ده عنده سبب ان هو ما يروح، زي ما انت مثلا ما قبضتش من شغلك فقلت لهم مش جاي غير لما تقبضوني. فده هو ده مش صح، بس يبدو انه منطقي. انت بقى واحد بيقبض فلوس وبياخد 30 مليون جنيه في السنه وبتعمل له كل حاجه، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ قول لي. ف وبعدين ترجع تقول لي اصل العقليه غير، واصل مش عارف ايه. هو انت نادي في المانيا؟ انت نادي في مصر عادي زيك زينا. سيبك من الكلام الحمصي اللي بيضحكوا عليك بيه، يقول لك الاهلي غير ومش غير واللعيبه ومش، انت عادي زيك زي اي حد، واللعيبه بتعمل، وانت بالنسبه له شويه الفلوس، ولما لقى اللي اكتر منك هيروح له. وبعدين انت اصلا جايبه وعارف ان هو كده، بس انت طبعا فاكر عايش في وهم ان انت الاهلي ومستحيل يحصل معاك كده والهطل ده، لكن اتفاجئت انه عادي بيحصل معاك كده. يعني انت جايبه، هو اللعيب ده لا عنده عقليه احترافيه، بدليل ان هو بعد 6 شهور ساب الاحتراف، وكان احد نجوم الفريق اللي راح واخد رقم 10 وكده، وسابه ورجع لك عشان يفضل عايش في مصر ان هو راح جاب الكابتن جه والكابتن راح والكلام ده. ولا حتى عنده عاطفه ان هو حتى ساب النادي اللي هو منتمي ليه، وكلنا عارفين ان هو راجل زملكاوي وزملكاوي من صغره. فساب النادي اللي هو منتمي ليه عشان القرشين اللي انت رميتهم له. فلو هو عنده عقليه احترافيه تخليه ما يعملش الحركه اللي عملها ويكمل عقده، ولا هو عنده عاطفه مثلا ويقول ده النادي اللي خيره عليا واللي رجعني واللي. فهو ما عندوش الاثنين. فانت مستني منه ايه؟ انت مستغرب اصلا ليه ان هو بيعمل كده؟ فهو سيبك بقى من غزاله حمراء والهطل اللي بيضحك عليه بالناس الممسوحين اللي عندك والاهلي ومش الاهلي والكلام ده. هو ساعه المصلحه وساعه الجد باعك عادي.